ونحن على رمضان مقبلون، ولا بد أن نكون له مستعدون، وأن نعد العدة للفوز بهذا الشهر الكريم. فلربما أن يكون آخر أيامنا في هذا الشهر، وأنتم ترون بالأمس واليوم كم من جنازة صلينا، وكم من جنازة ذهبنا وراءها، وكم من روح ذهبت إلى خالقها. فهكذا هي الدنيا تمضي مسرعة، ولا نعلم من منا سيدرك رمضان. فأعد التوبة يا عبد الله، المسارعة في الخيرات، وأن فعل الخير يقي من مصارع السوء. واحد الواحد الديان. ففعل الخيرات الباب فيه مفتوح، لا يقف لغني، ولا يقف لصاحب مقام، ولا يقف على ولي ولا صاحب منصب. الكل يستطيع أن يفعل الخير بقدر استطاعته، واعلم أن الأجر من عند الله على حسب النوايا. فلربما أنفق أحدا في لله قدرا كبيرا من المال، لكنه لا يساوي عند الله شيء، لأنه لم يكن مخلصا للنية. ولربما أنفق شخص آخر قدر قليل من المال، كان أجره عند الله عظيم وحسنات مضاعفة بسبب إخلاص النية. لذلك قالوا: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فقد يكون العمل عمل بسيط، لكن مع النية الصادقة لله والإخلاص فيها تجد أن الأجر بحسنات مضاعفة. وقد يكون العمل في نظر الناس كبير، عمل مصلحة عامة للناس في نظر الناس، لكنه لم يكن لله مخلصا، فما تقبل الله ذلك العمل. اسمعوا واحد الواحد الديان، يا من تقبل على رمضان وتريد أن تستعد وتحسن هذا وتخرج منه من أهل الإحسان. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو الواحد الديان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة، هناك فرق بأن تذهب إلى فعل الخير، وفرق بأن يأتيك الخير فتفعله، وفرق بأن تفعل الخير على حسب الحال، إن جاء جاء وإن لم يأتي لم يأتي. لكن ربنا بيقول لك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى أول حاجة جت هنا في سورة آل عمران: الذي ينفق الأموال في السراء والضراء، إن كان معه كثير أنفق، وإن كان معه قليل أنفق. فما استطاع أو ما خشي الفقر، ما خشي الفقر لأنه علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. طلع وربنا هو اللي هيصرف عليك. ده كلام النبي مش كلامي، صلي عليه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وفي حديث آخر: ما من يوم إلا وملكان ينزلان إلى الأرض: اللهم أعطي منفقا خلفا. الملك يقول: اللهم أعطي هذا المنفق أخلف عليه يا رب. والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أتلف ماله يا رب لأنه لم يخرج ولم يتصدق. يبقى إذن الذين ينفقون في السراء مع سعة المال ينفق، والضراء مع ضيق الحال ينفق. بل وإن من العلماء من قال: أفضل النفقة في سبيل الله من كان على ضيق حال. ليه؟ لأنه هو أيقن أنه هو على الرغم من الضيق اللي هو فيه أنه سيفرج كربه بذلك الأمر. والكاظمين الغيظ، الكاظم الغيظ هو من كان أسيء إليه ويستطيع أن يفعل ما يفعله في من أساء إليه، لكنه كظم غيظه. هو فلان شتم بأمه بأبوه، قال عليه كلام مش كويس أيا كان، لكن كظم غيظه. وكم من شخص كظم غيظه. ممكن تكون زوجتك افترت عليك بكلام وكظمت الغيظ، ممكن يكون العكس، ممكن يكون وانت ماشي في الشارع، ايا كان. طب انت قادر انك تاخد حقك وتنفذ الغيظ بتاعك والكيد الذي انت فيه، لكنك كظمت غيظا. أبشرك، وحد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:
من كظم غيظا يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من أي الحور شاء. شوف الزوجة اللي انت هتختارها من الحور العين، مش هيتحط لك اللي ربنا يضعها لك، لا، انت اختار كما تشاء لأنك كظمت غيظك في الدنيا وأنت تستطيع أن تفعلها لمجرد كظم الغيظ. طيب الأعظم والعافين عن الناس، الذي يعفو عن الناس ممكن يكظم غيظه لكنه ما عفاش من الداخل، أو جه الناس بيقولوا له فلان اتكلم في حقك فلم يستطيع أن يعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللي بيعفو ويصلح أجره على الله. هذه آية والله يحب المحسنين. آية أخرى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لمين يا رب؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.